ليه الإنسان الجاهل بيبقى واثق من نفسه شوية؟ لو فتحت التلفزيون هتلاقي مئات اللقاءات مع فنانين ورياضيين أو حتى ناس مشهورة بشكل عام، وتلاقي المذيع في وسط اللقاء بيسأل الشخص المشهور ده عن رأيه في قضايا حساسة شوية زي حاجات حلال وحرام أو رأيه في سبب ركود الاقتصاد مثلا. تلاقي المشهور ده يرد بثقة شديدة جدا، ممكن توصل لأنه يثبت ده، وبيقول في النهاية رأي مش منطقي، وفي الغالب بيكون الرأي مش صح. طيب الفكرة كلها إن في شخص ما قاعد بيتفرج على التلفزيون وهو عنده الإجابة العلمية أو الإجابة الصحيحة، لكنه خايف يتكلم. ليه بقى؟ ببساطة شديدة إنه قرأ كتير قوي وعرف إن العلم حاجة كبيرة جدا، فبقى موسوس وحاسس إن العلم معقد لدرجة إنه مش هيقدر يقول رأيه بكل بساطة كده. على العكس، الشخص اللي علمه على قده بيبقى واثق من نفسه جدا وحاسس إنه فاهم كل حاجة، وده لأنه أصلا مش واحد جهله لسه ما وصلش لمرحلة معينة من العلم تخليه مثلا مستبصر لتعقيد العلم، وإنه حاجة كبيرة جدا معقدة ما ينفعش يتكلم فيها. الموضوع ده بقى اسمه متلازمة داينينج كروجر، وهي اتسمت نسبة لعلماء النفس ديفيد داينينج وجاستن كروجر. الاتنين دول بقى نشروا بحث سنة 99 ووضحوا فيه شوية حاجات بخصوص موضوع الجهل والثقة. ببساطة هم عملوا تجربة لذيذة جدا على 150 شخص، والتجربة كانت عن إنهم هيختبروا مدى خفة دمهم. صدقني. وبرضو جزء تاني من التجربة سألوهم عن قواعد المنطق والنحو، وجزء تالت سألوهم فيه عن قواعد اللغة الإنجليزية. وكانت نتائج التجربة مدهشة الصراحة. يمكن بالنسبة لي هم لقوا إن الأشخاص اللي مستواهم في افتعال النكت منخفض واثقين من نفسهم جدا وبيتكلموا بكل طلاقة وبيقولوا النكتة عادي، وبرضه كانوا بيبالغوا قوي في تقدير نفسهم، اللي هو أنا فرصة مهدرة، ده أنا دمي زي الشربات. وكانوا واثقين من نفسهم قوي وهم بيقولوا قواعد المنطق وقواعد اللغة الإنجليزية وقواعد النحو، رغم إن كلامهم كله كان غالبا غلط. أما باقي الأشخاص اللي معلوماتهم دقيقة فكانوا متوترين جدا وبيفضلوا يفكروا كتير قبل ما يقولوا الإجابة. المهم إن العلماء دول ما عملوش التجربة عشان يسخروا من حد ولا حاجة، لكن للمفاجأة عملوها علشان يثبتوا إن إحنا كلنا ممكن نبقى جاهلة وواثقين من نفسنا في بعض المواقف أو في مرحلة معينة من حياتنا. يعني مثلا أنا واحدة من الناس أول ما ابتديت أقرأ كتب ما كنتش قريت إلا 3 كتب تقريبا، وكتب أي كلام، يعني مش اللي هي حاجة عميقة وكده. يعني كنت حاسة ساعتها إني أنا أذكى واحدة وأقدر أتكلم بثقة، وغير كده بلاقي مديح من الناس اللي حواليا، فده خلى ثقتي أكتر بكتير. المهم بعد وقت طويل وقرايات كتير، لما الواحد اتعمق في القراءة اكتشف إن أنا كنت فين وبقيت فين، وأن أنا حرفيا مش عارفة حاجة خالص، لأن الموضوع طلع كبير قوي. والفكرة مش إن أنت ما تبقاش واثق من نفسك، بالعكس هم قالوا إن بعد فترة من الزمن الشخص المهتز ده هيرجع واثق من نفسه تاني، بس هيبقى عارف قد إيه علمه متواضع ومحتاج يعرف أكتر. ولازم برضو تاخد بالك من حاجة، إن البشر بطبيعتهم بيصدقوا الشخص الواثق من نفسه. يعني لو علمك كتير ومش واثق من نفسك مفيش، لكن الشخص الواثق من نفسه حتى لو بيقول سمك لبن تمر هندي ده هيتصدق. لذلك راقب نفسك لما تثق في كلام حد لمجرد إنه مش بيتهيأ كلامه صح ولا غلط. هي دي الحكاية.